السلام عليكم أحبائي الكرام. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل الخير. نلتقي مع بعضنا في حلقة جديدة أو لقاء جديد هنتكلم فيه النهاردة عن المنطق. فاكرين مسرحية مدرسة المشاغبين لما سعيد صالح اتسأل من المدرسة بتاعته بتقول له تعرف ايه عن المنطق؟ قال لها المنطق انا اعرف اللي يتضرب على دماغه وما يحطش منطق. مش هو ده المنطق يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اتضح فعلا ان ده المنطق. لا، هو مش ده المنطق. المنطق هو الشيء اللي انت تقبله بالعقل. يعني الامام الشافعي قال عليك اعمال العقل في صحة الخبر. عليك اعمال العقل في صحة الخبر. هتكلم النهاردة عن شيء مهم جدا، وهو الفرق ما بين الخبر والمعلومة. الخبر والمعلومة مشكلتنا يا سادة، مشكلة الشعب العربي بالكامل، مش الشعب المصري فقط، ان هو ما بيفرقش ما بين الخبر والمعلومة. يعني اي كلام انا بقوله لك حاليا او اي كلام بيتنقل لك من عن طريق صحف، طريق قناة فضائية، عن طريق النت، عن طريق واحد صاحبك، عن طريق رسالة، عن طريق ده اسمه خبر. اسمه خبر. لكن المعلومة، ما هي المعلومة؟ المعلومة هو الاستيثاق من الخبر أو التأكيد على الخبر. التأكيد بتأكد إن الخبر صحيح، ده تبقى معلومة. مشكلتنا يا سادة إن إحنا بنخلط ما بين الخبر والمعلومة. يعني أي حد يقول لك على حاجة تبقى معلومة، لا، هي خبر. استوثق منها الأول، اتأكد منها الأول عشان تبقى معلومة. لازم تتأكد، ما تنقلش أي أخبار كده زي البغبغان وبعدين يقول لك إيه اللي طالع جديد بقى حاليا دي جت على الفيسبوك. إيه فيسبوك دي يا حبيبي؟ الفيسبوك ده أنا اللي بكتبه وأنت اللي بتكتبه وده بيكتبه وده بيكتبه، هو ده بقى معلومة؟ الفيسبوك بقى معلومة؟ مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا إن إحنا بنخلط ما بين الخبر والمعلومة. أرجوكم بلاش نخلط ما بين الخبر والمعلومة. بلاش ننقل خبر على انه معلومة. بلاش ناخد الخبر على انه معلومة مؤكدة. لا، الخبر خبر والمعلومة معلومة. نستكمل فيما بعد. تحياتي لكم جميعا، اشوفكم على خير.